هل الدهب فعلا وصل بل كسر 6500 جنيه؟ الناس في مصر بتسأل هو ده حصل ليه؟ وهل في حاجة حصلت عندنا في مصر بتبرر زيادة الدهب دي؟ خليني أقولك في الأول إن الدهب هو يعتبر الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في حالة حدوث أي توترات سياسية أو اقتصادية سواء في مصر أو على مستوى العالم. وعلشان نعرف الموضوع ده خلينا ناخد طيارة ونروح على أمريكا ونشوف الأوضاع هناك عاملة إزاي، وهل في حاجة أثرت على الذهب هناك فبالتبعية أثر علينا في مصر. لو رحنا هناك هنلاقي إن في توتر ما بين جيروم باول وترامب على موضوع خفض الفايدة، وإن في حرب كلامية متبادلة ما بين الاتنين، وآخرهم في شهر 7 اللي فات، في أول شهر 7 لما ترامب وبخ جيروم باول ووصفه إن هو غبي عشان مش عايز يخفض الفايدة. بالرغم من التهديدات دي والتوبيخ دي، في 30/7 اللي فات لما اجتمع الفيدرالي قرر إن هو يثبت سعر الفايدة عند 4.25 ل4.5%، وده بغض النظر عن ضغوطات ترامب. بالرغم ان الفيدرالي لسه صامد قدام ترامب، الا ان المستثمرين بدأوا يقلقوا، لان هم عارفين ان ممكن الصمود ده ما يطولش لفترة كبيرة، وان جيرين باول اخره لحد نص السنة الجاية، وبعد كده هيتعين حد مكانه ممكن يوافق سياسات ترامب ويجي على هوا ترامب وينفذ اجنداته اللي هو عايزها بالنسبة لسعر الفايدة الأقل. والناس هنا او المستثمرين مش خايفين من سعر الفايدة ذات نفسه ان هو يقل، بس خايفين ان هو ما يكونش بناء على توجيهات اقتصادية، لان في العادي ان الدول بتقلل او بترفع الفايدة حسب الوضع الاقتصادي، بس قلقانين ان هو يكون على اسس سياسية، فبالتالي يأثر على التضخم، ممكن التضخم يزيد، او ان هو لما خفض الفايدة فالفايدة هتقل على السندات الحكومية، فبالتالي الطلب على السندات هيقل، وبالتالي الطلب على الدولارات هيقل، فالدولار سعره هيقل. ولازم نعرف ان المستثمرين هم اجبن حد في الحتة اللي احنا بنتكلم فيها دي، لان هو حاطط فلوس علشان يعظمها، فلو حس بمقدار 1% ان فلوسه هتخسر، لا يقول لك انا احط نفسي في ورطة ليه؟ انا اشوف حاجة ملاذ امن احط فيها فلوسي تحفظ القيمة بتاعت فلوسي لحد ما اشوف الوضع الاقتصادي هيحصل فيه ايه، وبعد كده اعمل قرارات اقتصادية. فبالتالي بيتجهوا ان هم يحطوا فلوسهم في الذهب. وزاد برضو التين بل القانون اللي هو ترامب شرعه، اللي هو one big beautiful bill، وده اللي هو بيزود الإعفاء الضريبي وبيقلل الضرايب. وبالرغم ان هو من على الوش كده شكله حلو، ولكن الإيرادات الضريبية اللي هتيجي للحكومة الأمريكية هتقل، ان هو خفض الضرايب